هذه أيضا. نعموا جميعا ولتفكروا في اختيارين للعقاب، إما 10 عصوات على اليد أو شحنة كهربائية أقصد 20 عصا على القدمين. سيختارون 10 وستكون المفاجأة في أنه لا خيار لهم. سينالون ما يرضيني أنا وليس ما يخفف عنهم. السيطرة هي الرعب. أنه يأتي باليأس عبر رسائل تبعث بها لمن تريد السيطرة عليه. أنت هنا من أجلي. نعم. ظننتك قد سمحت أو اكتفيت بما فعلت. قد مت بالفعل. أنا الآن شخص يتأرجح بين الموت والحياة. إذا اكتفيت أو سمحت. أن ترى إن سميت لي أتحدث معك أسهل كثيرا من أن أسامحك. ما فعلته أكبر من أن يغفره آدمي، لأننا محدودي القدرات، والشر الذي سر بك وأنت تفعل ما فعلت أكبر من قدرات أي آدمي على الغفران، وكذلك أكبر من قدرات أي آدمي على الاحتمال. إلا قتلكم والعبث بأرواحكم وأرواح أطفالكم، ثم ببساطة أفرجنا عنه ليعود إليكم من جديد. هذا أدلتها. محام من طراز من لا يرى في السرقة إلا بشاعة وسوء أدب من ينهى عنها أو يقبض على مرتكبها. هل تفهم ما أقول؟ هل استيقظ ضميرك؟ لا. أقوم بالدعاية لمحام يدفع لأضعاف ما تدفعه من باب إتقان العمل كما تعلم. فليكن. لا أدري لماذا تقومون بكل ذلك الجهد للقبض على من قبضتم عليه. لو كنت مكانك لأخذت المال منذ البداية وتفادينا هذه الضجة، ما دام الأمر سينتهي بالبراءة على أي حال. بعض الأشياء لا يجب أن تفهمها. المال دخل حيث